هي دي الكيك الاسفنجي اللي سألتوني عنها كتير في فيديو شورتس على اليوتيوب، وعملتها كمان في الكيك الدورين اللي عملتها لنفسي. ومش اي كيك اسفنجي تجربوه بالمحسن الجل، بيطلع معاكم مسامه هشه وخفيفه، بيطلع معاكم الكيك ابيض وجميل لكن مسامه مكتومه وتحسوه كده مش راضي ينبلع وانتوا بتاكلوه. في الفيديو ده هعرفكم ليه. مبدئيا كده مقاس الحله اللي انا هستخدمها مقاسها 24. هحتاج 6 بيضات يكونوا بحراره المطبخ، وهنزود عليهم 30 جرام محسن جل لونه ابيض شفاف زي الفازلين، 30 جرام يعني معلقه كبيره مليانه، وده من احد الاسباب اللي تطلع لكم الكيك مكتوم، فركزوا في النوع اللي انتوا بتشتروه. وهزود عليه 250 جرام من السكر يعني كوبايه وربع. انا بستخدم الميزان لانه بيسهل عليا الوقت اكتر. بنخفقهم مع بعض لحد ما القوام تلاقوه تقيل وسميك ولونه بقى ابيض فاتح. ولو المحسن بايظ او مش حلو هتلاقوا ان القوام بتاعه سائل شويه مش متماسك كده. زودت كمان فانيليا سائله علشان نكهه الزفاره، وهنحط المواد الجافه. وبرده مقدار المحسن الجل لو زاد عن حده بيطلع معاكم الكيك مكتوم ومش حلو، فالتزموا بالمقادير عشان تطلع معاكم مظبوطه. الخطوه اللي بعد كده هنحضر المكونات الجافه. 300 جرام من الدقيق يعني كوبايتين ونص، ومعلقه ممسوحه من البيكنج باودر يعني 6 جرام بالظبط، رشه من الملح، وعليهم معلقه كبيره مليانه من النشا 15 جرام او معلقتين في الحالتين. النشا اصلا مفيد للكيك. وننخل كل المكونات الجافه كده زي ما عملت علشان ما يكونش فيه تكتلات من الدقيق، ونشغل المضرب على سرعه هاديه ونقلب المكونات مع بعض. هنزود اخر حاجه كوبايه الا ربع من الميه 150 جرام بالظبط، هي دي اللي هتظبط القوام. وخطوه مهمه بعد اضافه كل المكونات مش بنبالغ في الضرب كتير يعني لمده 5 دقائق، لا هما دقيقتين بمجرد ان كل المكونات تتقلب مع بعض، وبنوقف لان المحسن لو خفقناه زياده عن اللزوم بيدي نتيجه عكسيه. غريبه بجد يا جماعه، يعني حتى المحسن اللي هو اسهل حاجه بالنسبه لكم في بعض الخطوات ممكن لو عملتوها تبوظ لكم الكيك وتيجي نتيجه تانية خالص. وده بيكون قالب الكيك اللي هستخدمه مقاس 24. بتكون الحله مرتفعه شويه، مش بنضطر نحط لها ورق زبده في الجوانب ولا حاجه. العود الخشبي اسهل حاجه واحسن حاجه تستخدموه في تسويه الخليط، وسبته على جنب على ما نحضر كيك الشوكولاته. هي نفس المقادير بس في اختلاف في بعض المكونات. حطيت البيض 5 بيضات مش 6 لانه كان كبير، ونفس كميه السكر والفانيليا والمحسن وقلبتهم مع بعض. وحطيت كمان الفانيليا. بالنسبه للمكونات الجافه هي اللي مختلفه شويه. هنحتاج 280 جرام من الدقيق، وعليهم 15 جرام من الكاكاو الخام، ومقدار الدقيق بالكوب كوبايتين وربع الا معلقه، والكاكاو معلقتين 2 كبار. انا استخدمت ميكس ما بين الماليزي والاسباني، ومعلقه كبيره من النشا ورشه من الملح. هي نفس الخطوات اللي في بدايه الفيديو. بنحط المكونات الجافه وبعد كده مقدار الميه ونقلبهم. بس خليني افيدكم في حاجه. طيب ممكن تسالوني يا ندى انت ممكن تحط كل المكونات مع بعض، البيض والسكر والدقيق وكل حاجه مع بعض مره واحده وتنضرب وبس؟ انا ما شجعش الطريقه دي صراحه. في ناس بتعملها وبتطلع ناجحه معاها عادي، لكن انا بحب اشغل كل مكون. البيض والسكر والفانيليا اخليهم يرتفعوا الاول، وبعد كده انزل بالمكونات الجافه زي ما بنعمل الكيك البيض الكامل او كيك فصل الصفار عن البياض. حطيت الخليط في صينيه مقاس 30 في 40 فيها ورقه زبده من تحت، وهدخل الصينيتين الفرن مع بعض على حراره 180 لمده 45. بنطلعه علشان هو كده استوى، ونسيب التانية يعني 10 دقايق كمان لحد ما تستوي تماما. سؤال يطرح نفسه، ازاي اسيب حله الكيك بره على ما احضر الكيك التاني؟ وهل الخليط مبصي او هيبوظ؟ لا، دي بسميها عمليه تخمير للخليط، هتفهموها بعدين. بس هي بتدي نتيجه حلوه قوي، ولكن مش كل انواع الكيك بنسيبها تتخمر. في كيك ممكن يبوظ. قولوا لي رايكم في الكومنت، اعملوا سيف للفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.